السلام عليكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة. قبل البدء أرجو دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا، وكالعادة لا تنسى الصلاة على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولنبدأ على بركة الله. شكل رجل هندي صدمة كبيرة لأهله وأصدقائه بعد أن عاد إلى الحياة قبيل لحظات من إحراق جثمانه. ديباك سينغ البالغ من العمر 72 عاما لم يكن يعاني من أمراض مستعصية، بل كان بصحة جيدة ويذهب إلى حقله يوميا لحراثة الأرض في ولاية راجستان في شمال الهند. لكن المزارع أصيب بوعكة مفاجئة أفقدته وعيه أمام المنزل، حيث سارعت عائلته إلى استدعاء الطبيب الذي أخبرهم بعد فحص أجراه أن قلبه توقف عن العمل وقد توفي. ولكن ليست هذه نهاية القصة. بعد ذلك بدأوا التحضير لمراسم الدفن وفق التعاليم الهندوليسية التي تقضي بحرق الجثمان فوق كمية من الخشب. ولكن الصدمة الكبيرة كانت حينما فوجئ الجميع قبل لحظات من إحراق الجثمان أن الميت يتحرك، بعد أن أيقظته أصوات النحيب والبكاء، حيث تأكد الجميع من أنه كان لا يزال على قيد الحياة، وأن ما حدث له مجرد فقدان وعي بعكس ما شخصه الطبيب.